السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل 3 وصفات من الفول احلى من بعض، والحقيقه انا بستغناش عنهم ابدا في فطار ايام عاديه او للسحور في رمضان. طبعا الفول بتعمل بوصفات كتير، بس انا هعمل النهارده معاكم كام وصفه بس، وان شاء الله في مره تانية نكمل الباقي. بس قبل ما ابدا انزلي اعملي لايك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. انا بنقول بسم الله، ودول عندي 3 حبات من البيض. بس قبل ما تحطيه كده انا طبعا حاطه معلقه زبده في الطاسه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده انزل بالبيض بتاعي. ولازم قبل ما تنزلي بالبيض تكوني متاكده ان البيض ده طازه. خدي بالك اول الموضوع ده اللي تحطي بيضه بيضه، خدي بالك منها قوي. مش هسوي البيض عندي قوي، انا يعني هو دقيقة. والحقيقة اللي انا بضيف البيض الاول قبل الفول، بحب اسويه الاول بحيث لما بتحطه بعد الفول بيبقى فيه زفارة شوية، فيه زفر شوية. والفول ده انا مدمساه عندي في البيت، وهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف بتاع تدميس الفول. انا هحط على الفول ده ملح وكمون بس. وصفة الفول بالبيض دي بتحب الملح والكمون جدا. الوصفة التانية بقى، انا عندي الفول بتاعي هو، انا بستعمل كوبايه، يعني انتي ممكن تعملي زياده. دي كوبايه من الفول في كل الوصفات اللي انا هعملها. طماطم وجزر وخيار وبصل صغير وحبايه بصل صغيره متقطعين كده، وهحط ملح. يعني الوصفات سهله جدا بس حقيقي حلوه قوي. ملح، وهنحط هنا بقى كمون، وهحط كمان على الوصفه دي فلفل اسود. يبقى احط على الوصفة دي ملح وكمون وفلفل اسود، وحقيقي بتبقى تحفة، يعني حلوة قوي. يعني دي اقرب حاجة انا بحبها جدا وبعملها على طول. وعندي عصرة نص ليمونة. ب- تمام كده. هقلبهم الاول بقى مع بعض. هعصري كمية الليمون اللي انت عايزاه، بس احنا عشان ده سحور فمش هحط ليمون كتير، هي نص ليمونة كفاية قوي. طبعا دي تبقى زي ما قلت لكم في فطار في اي يوم، يعني حلو جدا واسرع وجبة. ادي الفول بتاعتي كوباية من الفول، والفول ده متدمس عندي في البيت. هقول لكم تاني، هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت. واللي مش عارف صندوق الوصف يا جماعة، هو المثلث اللي تحت الشاشة على طول، تحت الفيديو على طول في مثلث كده، ضغطي عليه ان ظهر لك صندوق الوصف. بس انا حطيت كمان كمية الزيت بتاعتي ده، يعني ربع كوباية زيت. وهحط بقى اللي هي الخيار والجزر والطماطم والبصل عندي. بصوا دي الطحينه برضو اللي انا عملتها معاكم، وهسيبها لكم برضو تحت في صندوق الوصف. عشان اخد منها لازم تكون معلقه ناشفه ما فيهاش نقطه ميه، عشان ما تبوظليش الطحينه اللي انا عاملاها. خلاص. وانا خدت منها معلقه واحده لان هي مركزه جدا، فمش هاخد كتير، مش هاخد اكتر من كده منها. هي كميه المعلقه دي حلوه قوي على طبق الفول ده، واحلى طبق فول ممكن تاكلوه في حياتكم. هقلب كل الخليط مع بعضيه كويس وهقدمه. وحقيقي ده احلى طبق فول. بس كده تمام قوي. بس كده خلاص. وده كان طبق الفول بتاعي
ندخل بقى على الوصفة التانية. نقول بسم الله. انا عندي هنا دول معلقتين زيت وعليهم حباية بصل واحدة بس انا مقطعاها مكعبات هتدبل. هنزل عليها بفلفل رومي برضو مقطعاه مكعبات كده. ممكن جدا تستخدمي فلفل الوان هيبقى حلو جدا خصوصا في الوصفة دي يعني بصراحة. هشوحهم مع بعض برضو شوية صغيرين مش كتير. وعندي بقى ايه، انا عندي سجق بلدي مقطعاه قطع كده اهو. دول برضو بمقدار كوباية يعني ده ربع كيلو من السجق انا مقطعاه كده زي ما انتوا شايفينها كده. وده سجق بلدي يا امارات. طبعا ده السجق بقى هنا هفضل اشوح فيه كده. انا هسيبه يستوي شوية مش اسيبه يتحمر بقى كده شوية اهو كده. خلاص بعد ما اتحمر عندي دي حباية من الطماطم انا بشراها ممكن تقطعيها قطع صغيرة. يبقى دي حباية طماطم حباية بصل وحبايتين من الفلفل الرومي الاخضر ممكن الالوان زي ما قلت لك. ده ربع كيلو من السجق مقطعاه برضو قطع. وسبته لما استوى شوية نص سوا ونزلت عليه حباية الطماطم المبشورة. هضيف بقى هنا ايه ربع معلقة من السكر علشان الحموضة بتاعة الطماطم اهي ربع معلقة صغيرة من السكر. انا الوصفة دي مش هستعمل فيها بهارات وتوابل كتير لان السجق هنا فيه يعني بهارات قوية شوية فمش هستعمل اكتر من كده. دي كوباية من الفول اهي هضيفها معاه وهسيبهم بقى يستووا مع بعض شوية لان السجق ما كملش سواه. انا هو استوى 50% بس فهسيبه بقى 50% التانية يستوي مع الفول. هضيف بقى الملح وخلي بالي ان السجق مملح فمش هزود والفلفل الاسود. مش هستخدم اي بهارات تانية وهسيبهم يستووا سوا. وده كان الطبق بتاعي بعد ما خلص. يا رب النهاردة تكون وصفاتي وعجبتكم. انا ما حبيتش ازود. انا نزلت 3 وصفات بس ما قدرتش ازود عليكم عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. يا رب تكون وصفات عجبتكم وكنت خفيفة عليكم. اشوفكم في فيديو جديد.